كل الفيديوهات اللي عم تشوفوها عن ترحيل 80% من السوريين بألمانيا جزء منها صحيح وجزء كبير مبالغ فيه. In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das خلينا نحكي الحقيقة بدون تخويف. الرقم 80% انذكر فعلا، ولكن كتصور سياسي طويل الأمد، مو قرار جاهز للتنفيذ. لقد نحكم أبناءنا فرصة لاتخاذ الأنفاس والتعلم والعمل وإعادة بناء حياتهم شو المنظمة. يعني هذا الحكي؟ يعني في نقاش داخل ألمانيا عن تنظيم العودة إذا تحسن الوضع داخل سوريا، وإذا صار في اتفاقات واضحة. بس الأهم ما في قانون طلع، ما في قرار رسمي بإجبار الناس، وما في شيء حاليا عم يتنفذ بهذا الشكل. وبالأساس كلنا بنعرف إنه أي قرار بخصوص اللجوء بألمانيا لازم يمر بإجراءات وقوانين معقدة، ما بيصير يتطبق فجأة على مئات آلاف من الناس. واللي عنده إقامة نظامية أو وضعه قانوني مستقر ما في شيء يتغير عليه ولا ممكن يتغير شيء. بنفس الوقت النقاش موجود فعلا، وممكن نشوف تغييرات بالمستقبل، بس مو بالشكل السريع أو الإجباري اللي عم ينحكى فيه. لهيك عزيزي لا تخلي أي فيديو يخوفك بدون ما تتأكد من التفاصيل. وإذا بدك تعرف الحقيقة دائما بدون تهويل، تابع الزاوية السوري، لأن هي عين المواطن على الخبر.